يا صباح الفل وصباح الخير وصباح التفاؤل والطاقة الإيجابية. تعالوا نخرج شوية طاقة سلبية كده ونغسل سجادة. مش عايزة تنضف، هي مش عايزة تنضف، معاندة معايا السجادة ديت. شكرا لكل تعليقاتكم الحلوة، وشكرا لكل كتب تعليق حلو. ويا رب دايما تكونوا بخير، وأهلا وسهلا بيكم في عالم ماما. اللي عايز يتعرف عليا اكتر، انا ام كريم، ودي قناتي عالم ماما. تعالوا نكمل فيديو التنظيف. السجاده العنيده اللي مش عايزه تنضف، السجاده طلعت عيني. السجاده دي بقى لها سنه فوق الدولاب، فانا قلت بقى لازم انا انزلها اغسلها كويس، وبالذات ان انا جبت الفرشه الراس بتاع المقشه اللي انتوا شايفينها الخشنه ديت بتاعت السجاد اصلا. فقلت بقى بغسلها كويس بيها، وعملت الخلطه بتاعتي على في الطبق اللي على قعده الحمام اعزكم الله. كانت الخلطه عباره عن ايه؟ كلور الوان وعجينه وكلور خام، وحطيت حاجات كتير في الخلطه ديت عشان السجاده تنضف. وقت الفيديو 8 دقايق 7 دقايق، هي اتغسلت في ساعة. يعني القطعة ديت خدت وقت كبير لان غسلتها مرتين، لان حسيت ان هي مليانة تراب، وغير مليانة تراب حسيت ان هي كمان لونها مطفي، والابيض بتاعها مطفي. فانا كنت عايزة ان انا اخليها تبقى منورة اكتر. طبعا الفرشة الناشفة بقى زي ما انتوا شايفين انا رايحة جاية عليها. انا قررت اغسلها مش عشان العيد، عشان هي بقالها سنة فوق الدولاب، فانا قررت اغسلها لان هي بقالها مدة كبيرة قوي. طبعا الخلطة اللي انتوا شايفينها في الطبق دي انا عملت خلطة تاني وابتديت ادلق تاني، وجبت كمان شامبو السجاد ودلقت عليها، وجبت صابون وصابون سايل، وقعدت احط كل حاجة عندي، اي خلطة بقى عندك. طبعا هي زي ما انتوا شايفين هي دايرة، هي نفس نوعية السجادة اللي عندي في الصالة اللي هي الكحلي، بس هي دايرة، بس اخف، دي اخف شوية عن السجادة بتاعت الصالة. فانا بقى قعدت احط من الخلطة، وقعدت مسكتها واجيب من ناحية دي ومن ناحية دي، يعني زي نقعتها على الارض. تقريبا انا قعدت فيها ساعة، من الساعة 8 الصبح للساعة 9. طبعا بعد الفنجان القهوة بتاع الصبح دوت احنا هنعمل فنجان قهوة تاني، لان احنا هنصدع بعد غسيل السجادة دي بالذات، لان هي خدت وقت كبير اكتر من سجاجيد تانية. ويعني ركنة السجادة فعلا وحشة، بتجمع تراب وتهلكك اكتر من سجادة مفروشة على الارض. الفيديو دوت وغسيل السجادة ديت جزء من يوم، يعني انا تقريبا اليوم دوت عملت فيه كذا حاجة، فانا مش هينفع انزلهم كلهم مع بعض، فاقسمهم على مجموعة فيديوهات. طبعا انا خدت المقشة بقى والخلطة بتاعتي وقعدت رايحة جاية فيها عشان تنضف كويس، لان زي ما انتوا شايفين هي طبعا لونها عشان شاربة مية لونها مطفي، لكن هي ما نشفت هي فتحت شوية اللون الابيض اللي في النص، هو مش لونه ابيض، هو لونه زي اوف وايت كده. بص انا ببرمها عادي زي كأنها سجادة عادية، هي بتتبرم سهل جدا وهتنشف على طول. يعني اول ما انزل عليها مية كتير، بس هسندها على الحيطة هتنشف، هتنزل مية، بس هتصفي شوية، وبعد ما تصفي ميتها نص ساعة كده هحطها على المنشر. انا بس بغسلها كويس. طبعا الفرشة بتفركها كويس وبتدعكها كويس جدا الفرشة ديت، بس هي الفرشة ناشفة، هي خامتها حلوة السجادة، بس هي من النوعيات اللي بتاخد تراب كتير يعني. طبعا انتي لو تعبانة بقى مش هتقدري تعملي في الحمام، توديها مغسلة عشان تسهل عليكي وتكسبي وقت، لان الوقت خلاص. فلو عايزة تغسليها يعني قبل العيد، فانا خلصتها كده بس بعدلها، بس لان هدلق مية عليها تاني كتير جدا، غير طبعا اللي انتوا شايفينه هفضل ادلق في مية. وكمان انا بعد ما عملتها كده غسلت ظهرها تاني، وعدت عليها تاني بالخلطة، وعدت عليها كلها. بعد ما خلصت ودلقت مية كتير، انا طبعا وقفتها لغاية ما المية نزلت نضيفة. طبعا غسلتها في الحمام لان هي حجمها مش كبير، هي طبعا تبان ان هي كأنها سجادة كبيرة او مشاية، لكن هي لا، مش حجمها مش كبير. بعد ما دلقت مية عليها، حتى بعد ما وقفتها وسندتها على الحيطة دلقت عليها مية تاني كتير، لغاية اما المية نزلت زي ما انتوا شايفين مفيش تراب تاني. هي متعبة بس هي نطفت، نطفت بجد بعد ما غسلت كده مرتين نطفت. يعني على المنشر هتشوفوها دلوقتي اما نشرتها نطفت، وغير كمان اما نشفت اكتر. يعني هنا بعد ما نشفت بعد نص ساعة هي لسه بتنقط،
هي كانت لسه بتنقط بسيط كده. نكمل اليوم بقى مع بعض، هنقور البتنجان. واحنا بنقوره لو البتنجانة كبيرة انا بقسمها نصين، وكل نص بقوره لوحده زي ما انتوا شايفين كده. يعني دي بتنجانة كبيرة انا قسمتها نصين. كمان بنقعها في مية عشان ما يسودش، مية بملح. لازم تنقعها مية بملح عشان ما يسودش معاكي بسرعة. طبعا انا بستعمل 2 مقاوير، واحد زي ما انت شايفاه كده، والتاني عشان ينضفها كمان ويحفرها كويس. كمان بسيب شوية من الخلطة في المية. ليه؟ لان انا هحطهم تحت البتنجال، تحت هفرشهم تحت. هنا انا حطيت زيت وحطيت مكعب دهن، وهنزل ببصلاية كبيرة، فلفل اخضر وفلفل احمر وتوم كمان. بس انا التوم اللي حطيته التوم المتفرز في الفريزر، اللي هو احنا بنجيبه التوم الابيض او الاحمر، ونفرمه في المفرمة ونحطه في اكياس في الفريزر. كمان حطيت عليها شوية خضرة، بقدونس وكزبرة متقطعين حبة صغيرين، عودين كده 3 بس متقطعين صغير. ما تشوحهمش بقى قوي وتحمريهم. انا ما بحبش احمر البصلايه قوي. وحطيت كمان كيس صلصه، يعني معلقه صلصه كبيره. حطيت كمان معلقه كزبره كبيره، انا بحط معلقه ونص صغيره. بص النار عاليه فانا ايدي فيها على طول، مش انا اللي بصور بقى. وحطيت كمان رشه سكر عشان انا اللي ايدي في الحاجه، فعشان كده الصوره ما جاتش زي بالعرض، جت هنا بالطول. حطيت كمان بهارات وملح بكمون وعصير طماطم، وهسيبهم يتسبكوا. ده بقية اليوم بتاع غسيل السجادة الصبح. يعني انا عملت السجادة الصبح ونشرتها، وبعدين نزلت السوق جبت البتنجان وجبت خضار كتير، وحطيت كمان الرز. بص انا هطفي بقى دلوقتي النار، وبعدين هدي الرز تقليبة كده وانا طفيت كده النار. بعد كده هقطع خضرة حبة حلوين، كزبرة وبقدونس وشبت، وهنزل عليهم واديهم تقليبة. ونفس الصينية اللي كنت مقطعة فيها الخضرة هنقل فيها الخلطة بتاعتي عشان تبرد شوية. بعد ما نقلت الخلطة حطيتها في الصينية، نفس الحلة اللي انا عملت فيها الخلطة دي هي دي اللي هحشي فيها البتنجان كله. بس بقيت الحشو بتاع البتنجان هحطه تحت عشان ما يتحرقش منك. وهبتدي بقى هحشيهم كلهم. معلقتين صلصة بقى في مية بمرق الدجاج، ممكن تزودي على المحشي. عندك شوربة ممكن تحط شوربة. انا زودت شوربة لحمة وسبته لغاية نص البتنجان يغلي شوية، وبعدين وطيت النار عليه وغطيته. هنا بعد ما كان على النار كده عمال زي ما انتوا شايفين كده يبقى، وكان ريحته خطيرة. بس بعد كده بقى بتوطي النار لغاية ما يستوي. وممكن تدوقي واحدة طبعا عشان تتأكدي ان البتنجانية استوت كده. بس خلاص كده كان يومنا خلص، ويا رب يومنا يكون عاجبكم. غدانا هنا كان استوى وغرفناه. لو وصلت لغاية هنا قوليلي رأيك في التعليقات.